السلام عليكم احبابي المتابعين، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم كما راكم تشوفوا في هذا الفيديو، في بداية هذا الفيديو جيتكم بهذا الخضار باش نوريكم كيفية الاحتفاظ بها في المجمد على طريقتي انا. وكل وحدة عندها استوس خاصة بها وكيفاش تحتفظ بها. او جاب لي الزوج ديالي هذه الجلبانة. راهي دير 20 طرواميل من رمضان ان شاء الله. باينه بزاف يشعلوا فيها النار كما على بالكم كامل. قرنون. بالنسبة هنايا الجزر واللفت انا راح نطيبهم، ما راح نشاركهم معكم في الفيديو هذا. ايضا عندي هذا الرند، عندي القارص، البرتقال، فلفل الحار. يعني في الحقيقة يا اخواتاتي والله ما صورت كلش لانه في منتصف التصوير طاح لي التليفون تاعي وراحت له لافيشور النص، حتى عاود خدموا لي زوج تاعي باش كملت معاكم. نجي هنا نوريكم القارص كيفاش نحتفظ به انا. هذا انا كنت خبيت مقبل القارص، يعني هذه الكميه فقط باش نشاركها معكم. هنايا غسلته مليح، شوفوا الله يبارك ما شاء الله. ومن بعد رحيته، يعني نحيت له هذاك الزست تاعو، راح نستعمله في صناعه الحلويات. هاوليك هذاك الزست. بالنسبه لهذا البراش تاع القارص انا ما راحش نرميهم ديريكت، راح نطيبهم لاتيزان باش نعطيهم للدجاج تاعي يشربوه، لانه راح يكون مضاد حيوي بالنسبه لهم. بالنسبه لهذاك الجو تاع القارص هاوليك، هذاك العصير عفوا، راح نوريكم في فيديو اخر كيفيه صنع الشربات. هنايا البرتقال تاعي غسلته ايضا. نجي نوريلكم كيفاش نحتفظوا به باش كي نجو نطيبوه للجو تاعنا ما راحش يطلق لنا هذيك المروريه تاعو. هنايا هذا القشره البيضاء هي السبب تاع المروريه باش يجينا الجو تاعنا مر. يعني نحوها كامل بهذا الشكل بالعقل برك باش ما نخسروش الحبات تاعنا. ما في الوسط هذاك الغصن الابيض الداخل نحوه ايضا. يعني نقسمو من الحبات تاعنا الاثنين، نقوها مليح بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. كما على بالكم في رمضان ان شاء الله اللي راه على الابواب راح نستعملوا بزاف العصائر والمشروبات هكذا. وانا نفضل نخدمها طازجة في المنزل. هذه هي الكمية تاعي. ثم نجيب هذاك الصاك تاع المجمد. يعني هنايا كي تجمد نجبد فقط ونطيب، ما نكسرش كامل راسي معاها، انا نحب الساهل. يعني نوقف نهار ونتعب نهار ونريح شهر كامل كما تقولوا شهر العبادة، وكما على بالكم بلي شهر رمضان شهر العبادة. يعني من الأفضل نوجد باش يكون عندي الوقت هكذا. ثم نروح لهذاك القرنون تاعنا، هو أيضا نقيه بهذا الشكل. يعني نقي ونحط قدامي، نحطهم هكذا نخليهم على هذا الشكل، نحط نقي ونحط باش في الأخير تجينا العملية سهلة. ثم الحبات تاوعي أنا نجيب غرفية ندير فيها شوية تاع عصير القارص. ثم نجي لهنايا نجيب هذاك الصاك تاع المجمد ونحكم بالحبة ونقيه، نحيلو كامل هذوك الأطراف اليابسين، لأنهم بعد ما يطيبولناش به. أنا نقيه بهذا الشكل.
وترقبوا معي إن شاء الله في رمضان كثير من الوصفات اللي نتمنى أنها تنال إعجابكم. أنا نحب بزاف الدولمات والمحاشي. نقولوا كامل هذاك وينوض هذاك الريش، لأنه هذاك هو اللي يتأكسد مباشرة مع الهواء ويرجع لونه أسود. هنا غسلته، ثم نجي نديرو في هذاك القارص. نضعه مباشرة داخل كيس التجميد. هذا وين وصل الشوفلور مع السلق، ما جابهم ليش في الأول، الله غالب. دوكا نروحو الفاصولياء تاعنا أو الجلبانة تاعنا. بالنسبة للمبتدئين نقيوها بهذا الشكل، بهذه الطريقة. راني معاكم حبة حبة. هنايا بعد ما كملت نقيتها وغسلتها وقطرتها، خليتها تقطر يعني قطرتها. وليدي ما يقدرش ما يديرش يديه، الله غالب عليه. نجي ايضا نضعها في كيس تجميد بفوا يهربوا لي الكلمات، الله غالب. هنايا نجي لهذا السلق تاعي اللي عنده كمية كبيرة من السلق يخبيها، لأنه في رمضان نحتاجوها. هنا بعد ما قطعته وغسلته درته يغلى. انا وريت طريقة الغالي بالنسبة للاشخاص اللي ما يفهموش واش معناتها كلمة الغالية. هنايا بعد ما تغلى راح نعصره شوية، ماشي ما نعصروش مليح مليح تنخرج له كامل الماء تاعو، لانه زوج تاعي كي نطيبو اولا يحبوا يكون شويه فيه شويه تاع الماء كذايا، ما يحبوش يكون ناشف جدا، وما طول الفيتامينات تاعو ما يخرجوش كامل منه، يبقاو فيه يعني. ومباشرة الى المجمد. وخلوا لي في لي كومونتير الحاجه اللي حبيتوني نديرها لكم، اللي حبيتوني نطيبها لكم، خلوها لي في لي كومونتير، واللي نقدر عليها على العين والراس، اللي ثقيل عليكم خفيف عليا. دوكا نروحو لطريقه الاحتفاظ بالفلفل الحار. هذه الطريقه انا الام تاعي تستعملها، يعني يشد لنا مده طويله، يقعد ويشد ما يصرالو والو. عندي كميه من الفلفل مسحته. انا جبت الطاجين درتلو شويه زيت، حطيت فيه هذاك الفلفل، عبصت عليه هكذا باش لي معوج يتشوى لي مليح هكذا بهذه الطريقه. يعني قلبته كامل شويته الله الله راهو يشهي. من بعد قشرته قطعته، نحيتلو الزريعات تاعو، نحيتلو هذوك الريسان تاعو بهذا الشكل. ومن بعد جبت لاشوار تاعي
يعني هاد الطريقة يقعد لكم في المجمد حتى لمدة سنة ما يصرالو والو، يبقى هو كل ما اللي عنده كمية كبيرة يخدمها. ما تخافوش كي تحبوا تتشهوا تجبدوا كلوه ما تصرالو حتى حاجة. هكذا بعد ما رحيته نجي نضيف له كمية من زيت الزيتون وكمية من الملح. آه بالنسبة اللي يحب يديرو في بواط عفوا في بورت مونجي يديروهم بشاطة في بورت مونجي ويديرو في المجمد. انايا نحب نديرو في هاد ليمون. انا عندي هاد الموتى سيليكون، الموتى اللي ما نقدرش نستغنى عليه، ندير فيه كلشي يعني يجي قسنا حنايا. يعني كل يوم نجبد وحده ندير لها شويه زيت الزيتون من الفوق، كنديكونجليها شويه زيت الزيتون من الفوق وتجي واحد البنه ما شاء الله روعه. ما نكسرش كامل راسي يعني نديكونجلي وناكل، ما يصرالو والو في البحر ما تخافوش كامل. يعني من نهار كنت صغيره وماني تخدمو هكذا حاجه ما يمرض ما والو. ها كذا بهذا الشكل. هنا نروحو للشوفلور، نوري لكم انا كيفاش نحتفظ بلا شوفلور تاعي. انا ما نخبيهش هكذا هذا الوريدات الطريق كيما خبيته ما نجحش معايا. لانه كي نجي ناكلو وقت الاكل تاعو كي نجي ناكلو نحس بشغل ناكل في القماش، ما عجبنيش. انا درت هذه الطريقه معكم، شاركتها درتها وعجبتني. ونهار درت الكغاتا تاع الشوفور كنت قلت لكم جاني مر، هو ماشي هو اللي مر، انا فمي اللي كان مر، بس كانت بداتني لا غريب. يعني من بعد كي جازني الحال كليتو جاني قمة في البنة روعة. هكذا بعد ما نغليو هذاك الشفلور تاعنا آه نخرجوا له كامل هذيك الماء تاعو، ونجي نضيف له معدنوس الملح فلفل كحل وزنجبيل. لانه انا راح نستعمله مرقه بيضاء عليها درت فقط هذا اللي زيتيس. ما ندير له والو، ما نزيد له والو، ني بصل ني ثوم ني بيض حتى حاجه. كي نجي نطيبو نديرو فقط في البيض في الفرينة اولا شابلوغ نقليه ونضيفه مع الثوم تاعي. راح نشارك معكم الطريقة في فيديو قادم ان شاء الله. وصفة بزاف بنينة صدقوني هذاك الشوفلور كي تشرب هذيك لاصوص تاع المثوم ما تفرقوش مع هذيك الحبة تاع المثوم. وهذه الطريقة تستعملوها سيرتو العائلة الكبيرة كي يطيبوا مثوم قد ما يطيبوا عبنا بلي مثوم ماشي زاكي ما يكفيش، يعني تدعموا به. فكرة بزاف شابة، عندي مدة وانا نستعملها. هذا هو الشكل. هنا بعد ما درتو يتكونجلا نحيتو درت في التجميد. وفي الاخير حباباتي هذو هما الخضر تاعي اللي شاركتها معاكم. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم. دعموني حباباتي باشتراك وتفعيل الجرس، جيم كومنتير بارطاجيو على اكبر عدد ممكن باش تفيدوا غيركم. وان شاء الله الحاجه اللي نعرفها ما نبخلهاش عليكم. انا راني ندير ماشي معناتها انايا انسانه غنيه، لا، انا ندير هذا، انا نشارك معكم هذه الافكار، نشري شويه شويه باش فقط نوصل لكم الفكره. وايضا انا زوج تاعي مره خدام مره قاعد، على هذيك نضل نحبر وندبر ونحب نخبي باش الوقت يكون قاعد فيه الزوج تاعي نلقى واش نطيب، يعني ما نخممش. الحمد لله والله يبقى علينا الستر هذا ما كان. واللي يقول لك هذا هو المرض بعينيه، يا خواتاتي هذا كاين اللي ما ياكلوش، ياكلوا غير الفريشك وغير الطري وغير اللوكس، وتلقايهم ساكن مرض المرض ربي اللي يعطيه. وكاين تلقايهم حياتهم كامله، وانا اعرف ناس حياتهم كامله هما ياكلوا غير الكونجلي وراهم لاباس عليهم راهم خير مني بالتوضيح فقط. ونلتقي في فيديوهات أخرى بإذن الله تعالى في العديد من الوصفات الشيقة واللذيذة.
أنا فقط نستنى الدعم تاعكم. ومع السلامة، دمتم في رعاية الله وحفظه. باي باي.